23 سنة عمل إنساني، 23 سنة تطوع وإخاء، بذل وعطاء. 23 سنة هو عمر الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير. فيها تعلمنا معنى الإنسانية، حب الخير للغير، أنك تضحي بنفسك من أجل الآخر. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير كونت متطوعين من خيرة شبابنا، خلاتنا قادرين أن نتحملوا المسؤولية، أن نفيدوا المجتمع، أن نكونوا فاعلين. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير حاولت أنه توصل صوتها، أنه تخفف معاناة على المكروبين. شاركنا في عديد الأنشطة في عديد المجالات، مجالات الصحية، الاجتماعية، تغطية إسعافية، نشاطات موجهة لكل الناس، طلبة، تلامذة، ناس كبار وصغار. 2016 كانت نقلة نوعية في تاريخ الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير في جميع المستويات. المستوى الأول نوعية النشاط وعدد الأنشطة اللي قمنا بها، وكذلك نوعية المتطوعين والجودة والكفاءة اللي ولاو يمتازوا بها. متطوعين في الهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية بساقية الداير ولاو يمتازوا بكفاءة وجودة عالية، قادرين أنهم يتحملوا مسؤولية سواء كان يعني في النشاط، في البرمجة، في التقييم. وبالطبيعة هذا التميز وهذا النجاح يرجع أساسا يعني للمسؤولين في الهيئة المحلية لساقية الداير، وكذلك للهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بصفاقس. يعني ناس قدمت وقتها، مالها، كل ما ليها من جهد، كل ما ليها من طاقات في خدمة الإنسانية من أجل حماية كرامة الإنسان وتخفيف معاناة الناس. وتوا نخليكم مع متطوعينا، متطوعي الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير، مع كلمات صادقة من القلب للقلب، كلمات اللي تنبض بروح المحبة، تنبض بروح التطوع، تنبض بروح الإنسانية. كلمات من خيرة شبابنا، من خيرة متطوعينا في الهيئة المحلية لساقية الداير. هذه حكاية متطوعي الهيئة المحلية لساقية الداير. عبد الله ملاك، رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بساقية الداير، متزوج، عمري 34 سنة، عندي زوج بنوتات، عندي 12 سنة في محيط انخرط في الهلال الأحمر التونسي عام 2005. محمد الجدر، عمري 26 سنة، متطوع في صلب الهلال الأحمر التونسي منذ نوفمبر 2010، وفي الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير منذ جوان 2013. تحملت في صلب هذه الهيئة المحلية عديد المسؤوليات، وحاليا بتحمل مسؤولية كاتب عام مسؤول محلي عن الإسعاف. مرحبا بكم، هاني السوداني، فولونتير في الكرواسون روج تونيزيان. دخلت للهلال الأحمر في 2009 بعد فورماسيون APS. مسعف ضمن المجموعة في 2011، مدرب وطني في الإسعافات الأولية في 2013، وتو ننشط في صلب الهيئة المحلية لساقية الداير. اسمي محمد أمين الحداد، عمري 23 سنة، ما عنديش برشا من اللي عملت فورماسيون سودير. دخلت الهلال الأحمر التونسي 2000 سبتمبر 2012، وتوا أمين الهيئة المحلية بساقية الداير. عسلامة، اسمي غادة بن محمد، عمري 23 سنة، نقرأ في كلية الحقوق بصفاقس، متطوعة في الهلال الأحمر من أكتوبر 2016، متطوعة بالأساس للهيئة المحلية بساقية الداير. خضرة الجدر، عمري 22 سنة، نقرأ بريمير اني ماستر ريشيرش اون فيزيك. دخلت الهلال الأحمر في مارس 2013، يعني إن شاء الله باش نقفل 4 سنين، وأنا ممثلة شباب بالهيئة المحلية بساقية الداير للهلال الأحمر التونسي. حياتي الجامعية 24 سنة، نقرأ فاكولتي الدغوا، فولونتير في الهلال الأحمر، عندي 4 سنين. المسعف علاء حمدي، تكنيسيان سوبيريور اون جيني ميكانيك، متطوع مع الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير، اللي سنة تعمل 23 سنة خدمة وتطوع. أمل الشعري، 21 ans، نقرأ في الليزات صفاقس جيني دي بروسيدي، متطوعة في الهلال الأحمر التونسي من ديسمبر 2015. اسمي دنيا البراوي، عمري 22 سنة، نقرأ طالبة سنة ثالثة حقوق قانون خاص. انضميت للهلال الأحمر التونسي من سبتمبر 2014،
والخطة متاعي أنا مساعد كاتب عام من سنة إن شاء الله. محمود بوعزيز، عمري 23 سنة، نقرأ بريمير أني ماستر ريشيرش أون دروا بيبليك كلية الحقوق بصفاقس. أنا متطوع في الهلال الأحمر التونسي من نهار 1 مارس 2016. عسلامة، إيناس برقيقة، تكنيسيان أو مينتونانس دو ميكرو سيستيم انفورماتيك، متطوعة ومسعفة في الهلال الأحمر التونسي. توا دخلت في ثاني عام مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير. فارس بالأكحل، 24 سنة، متطوع في الهلال الأحمر التونسي، نخدم تكنيسيان إلكترونيك اندستريال، متطوع في الهلال من نوفمبر 2015. محمد بكار، عمري 21 سنة، نقرأ مينتونانس ميكرو سيستيم انفورماتيك، عندي عامين ناشط مع الهيئة المحلية بساقية الداير. راوية حداد، عمري 23 سنة، نقرأ تروازيام اني فاكولتي في البوزار، نقرأ اركتيكتور انتيريور، ودخلت الهلال في 2013 وننتمي مع الهيئة المحلية ساقية الداير. والصفة متاعي عضوة هيئة اللي هي مسؤولة عن قسم النشر. الهلال الأحمر التونسي هي جمعية عريقة. الهلال الأحمر التونسي تعني لي الخدمة الإنسانية، الخدمة الاجتماعية. تعني لي أني عن طريقة تجب تقدم خدمة وطنية لبلادك. كي نقول الهلال الأحمر نقول تطوع، نقول إنسانية، نقول تخفيف معاناة الناس، تقول إنك تدخل البسمة والفرحة للعباد. كي نقولوا الهلال الأحمر التونسي أول حاجة نخمو فيها هي الإنسانية بأسمى معانيها. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير هي عائلتي الثانية، هي حاجة تعبت عليها برشا، ضحيت في برشا حوايج، وأكثر حاجة ضحيت بها هي وقتي باش أني نستثمر فيها جل المعلومات والدورات التكوينية اللي تعرضت لهم باش أني نرتقي بها. والإنسانية هذه تتجلى مش كان في الإسعافات الأولية، أو إحنا عندنا نشاط اجتماعي ونشاط والنشر والإسعاف. الهلال الأحمر يعني الإنسانية، عدم التحيز والعمل الاجتماعي. الهلال الأحمر بالنسبة للناس جمعية، أما بالنسبة لي أنا غراب. هوني تعلمت الإنسانية، هوني تعلمت نعاون العباد. الإنسانية هوني تعلمت نعاون العباد. كلمة الهلال الأحمر هي تطوع، إنسانية. الهلال الأحمر كي نقول الهلال الأحمر ونقول التطوع، ونقول الإنسانية، ونقول المحبة، ونقول حب العطاء. الهلال الأحمر التونسي، كلمة الهلال الأحمر التونسي تعني لي التطوع، العمل الإنساني، عمل الخير، مساعدة العباد. حب الآخر، حب الذات أول حاجة، خاطر احنا كي نقراو الفورماسيون نتاع السكوريزم يقول لك أنت احمي روحك، معناها نتعلم حماية روحي وحماية المجتمع. تقديم الإسعافات في صوت ما إنه صار حادث، إنه نتدخل أنا كمسعف متطوع في الهلال الأحمر التونسي. كلمة الهلال الأحمر التونسي هي تطوع، هي عمل الخير، هي تدخل الفرحة في كل دار، كبير وصغير. الهلال الأحمر التونسي هو أكثر من 150 سنة خدمة إنسانية، هو تطوع، هو تقديم الفرحة. تمثل لي أسرة ثانية، عائلة ثانية، تمثل لي عمل تطوعي، عمل إنساني، فرصة باش نستغل وقتي. الهلال الأحمر التونسي هو عائلتي، هي فامي متاعي، هي أصحابي، هي برشا حاجات ما نجمش نوصفها. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير قدمت لي برشا حوايج، قدمت لي دورات تكوينية في الإسعافات الأولية، قدمت لي كيفاش نكون أنا متطوع، كيفاش اش معناها كلمة متطوع، اش معناها عمل إنساني، اش معناها تقديم مساعدة للغير. الهيئة المحلية بساقية الداير قدمت لي عدة دورات تكوينية في الإسعافات الأولية، وقدمت لي دي فورماسيون استحقيناهم برشا في حياتنا. الهيئة المحلية للهلال الأحمر في ساقية الداير قدمت لنا برشا حاجات. أول حاجة نحب نقول هي قدمت لي عائلة أخرى، أخوات أخرين، عباد نحبوا بعضنا ونخدموا أون جروب. الهيئة المحلية بساقية الداير قدمت لي برشا حوايج، لي فورماسيون تاع الإسعافات الأولية الأولى والثانية، مشاركات في المخيمات، قدمت لي برشا معلومات معناها نسحقوها في حياتي العامة. قدمت لي عائلة كبيرة، عائلة اخواتي، صحابي واخواتي
هما العائله الثانيه اللي عندي في حياتي. علمتني زاد لسبخي دو جروب اللي حاجه مهمه برشا. كيما احنا عاونا العباد ونخرجوا نعملوا تطوع واعمال خيريه، زاد عطاتنا دي فورماسيون نجموا احنا يفيدونا في حياتنا، يفيدونا كيكو سوا في الخدمه في القرايه. الهلال الاحمر التونسي قدم لي برشا حاجات، فادني بالكونتاكت مع العباد، كيفاش نسعى في العباد، كيف نفيد المجتمع نتاعي. اكثر حاجه قدمها لي الهلال الاحمر التونسي محبه الناس اللي بالحق ما تتشراش بالفلوس. الهيئه المحليه بساق الداير قدمت لي برشا حوايج، هي عرفتني بالناس وعن طريقها نجبت نخدم منطقتي ونساعد برشا ناس في منطقتي ساقة الداير. الهلال الاحمر التونسي يقدم لك الثقه في نفسك، يقدم لك انك تكون فخوره قدام نفسك وانك تقدر قيمه ذاتك وتقدر قيمه الناس. يعني اللي فات تلقى فولونتير اللي قريته فورماسيون وغدوه الحي يجيك ويسلم عليك ويفرح بيك ويقول لك انا راهو الشيء اللي تعلمته، راني عرضني اكسيدون في الشارع وراني الشيء اللي تعلمته راهو انقذت به انسان وكنت فاعل في المجتمع. والله اكثر حاجه تفرحني واكثر حاجه نحس بروحي استفدت بها من الهلال الاحمر. وقت اللي دخلت انا الهيئه المحليه بساقية الداير الهلال الاحمر التونسي كنت مانيش نفس الشخصيه اللي توا. تنجم تدخل اي جمعيه وتشارك في ديزاكتيفيتي اكاهو، لكن انك تدخل الجمعيه تاثرك ترجعك انسان مسؤول، انسان تقدر انك تخدم ديزاكتيفيتي وحدك، تعمل دي كونتاكت جدد مع مسؤولين باش تنجم تخدم اكتيفيتي وتنجم تعاون العباد وتعاون غيرك. ماهوش ساهل وماكش باش تنجم تلقاه في اي بلاصه. قدمت الهيئه المحليه بساقية الداير كيفاش وقت اللي يصير حادث كيفاش نسعف المصاب. قدمت لي الهيئة المحلية إني كنت متطوعة في الهلال، وعملت برشا أنشطة في الحملات التحسيسية، وعملت لنا برشا فورماسيونات في الاتيال في دار الأمل. قدمت لي برشا حوايج، وأهم زوز حوايج قدمتهم لي. الأولى إنه بسبب تكريم في مجال الإسعافات الأولية نجمت نمنع حياة أمي من الموت بعد ما تعرضت لانسداد كلي في المجاري التنفسية. والثانية أني تعرفت على مجموعة من الأصدقاء والصحاب في الهيئة المحلية بساقية الداير اللي وقت اللي استحقيتهم لقيتهم. اي لو بوان لو بليز امبورطون سي كو اني تعرفت على انسانة قررت اني نكمل معها حياتي. قدمت لي الهيئة المحلية بساقية الداير أصدقاء جدد، ووليت عندي الكونفيونس نجم نحكي مع برشا عباد من غير ما نتردد. نقول الهيئة المحلية ساقية الداير، نقول لي زانفورماسيون جدد في الكانسير دو سان، في السيدا، في لي مالادي توبركولوز، هذم الكلهم برشا معلومات اللي انا في حياتي ما كنتش نعرفهم، لكن بفضل الهلال الاحمر التونسي وبالاخص ساقية الداير تعلمتهم. الهيئة المحلية بساقية الداير في الهلال الاحمر التونسي قدمت لي عائلة ثانية ما كنتش نحلم بها. قدمت لي فرصة باش نستغل وقتي في حاجة باهية. قدمت لي دي فورماسيون في الحوايج اللي أنا حبيت نتعلمهم. أفضل لحظات اللي عشتها صلب الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بساقية الداير هي الدورة التكوينية اللي وصلت ضمن المجموعة اللي تعاملت بين 25 جويلية و 6 أوت 2016 تحت إشراف مدربي محمد الجدر. أفضل لحظات عشتها في الهلال الأحمر التونسي اللي هي كيف عاونت العباد، وصلت لهم إعانات، لقيت الفرحة والبسمة في وجوه برشا عباد. كيف في أكسيدون لقيت عباد استحقيتني ومشيت عاونتهم. أفضل اللحظات اللي عشتها في انتمائي لجمعية الهلال الأحمر التونسي هي إسعاد الناس وتقديم خدمة إليهم هما سواء اجتماعيا أو إسعافيا. أفضل اللحظات التي عشتها مع الهلال الأحمر هي في وقت لي فورماسيون ولي زاكتيفيتي اللي نعملوها. في بالي ما ثماش احسن من لحظه كيف واحد يقول لك يرحم والديك. احسن لحظه كي نقول نجيب الرحمه لوالديا، هو شنو خير من الرحمه لوالدي، هذيك اعز حاجه. من افضل اللحظات اللي عشتها في الهلال الاحمر التونسي اني تعرفت على برشا اصحاب، عملنا برشا انشطه مع بعضنا. لحظات وساعات ودقائق وايام عشتها في الهلال الاحمر التونسي. يمكن اكثر حاجه قعدت في بالي مخيم الشوشه. اللحظه وقت اللي تدخل لك مراه كبيره والا وليد صغير ولا حاجه
وتبداو تشوفوا الفرحه في عينيه على خاطر كنتي عاونتوا ولا على خاطر عطيتوا حاجه هو كان مستحقها، اي سورتو دعوه الخير. اللحظات اللي في اي اكسيون مثلا قياس ضغط الدم السكري او نقدموا احتياجات معناتها نقدموا حاجات للعباد اللي مستحقينها والكل. ايامات بالحق يعني تعرفت فيهم على اعز اصحاب اعز ناس فهمني من 2011. هذم كلك سوفونير اللي قعدوا للتو يعني مستحفظ بيهم. هاك تشوف لهنا مخيم الشوشة 2011 هذه يمكن تلخص احسن اللحظات. من اللحظات اللي قضيتها وعديتها في الهلال الاحمر التونسي واللي ما نجمش ننساها هي ايامات اللي عديتهم مع مجموعه من الزملاء الناشطين في صلب الهيئه الجهويه الهلال الاحمر التونسي بصفاقس في التغطيه الاسعافيه بمراكز النجده المتقدمه في الشفار والا في بير علي. احسن لحظه عشتها في الهيئه المحليه بساقي الدير شقان الفطر الجماعي، وقت اللي تلمينا من بعضنا عملنا شقان الفطر الجماعي. افضل اللحظات اللي عشتها اللي هي دخلنا قفة رمضان للعائلات اللي بالحق تستحق، دخلنا باش العيد للصغار اللي محتاجين اللي ما يلقاوش باش ياكلوا ولا كيفاش يقراو. كل اكتيفيتي خدمتها قعدت لي هكا فيها بصمه، معناها كيما خدمنا في رمضان تحس هكا العباد الكل صايمه تعبه اللي يخدم وكل شيء. كنا عندنا بيوت واحد نحبوا نلمدوا في قفه رمضان، نحبوا نعاونوا العائلات اللي تستحق هيك الاعانه. فما ديزاكسيون قعدوا لي في مخي ومانيش باش نقدر ننساهم وباش نحكيهم حتى نهار اخر لصغاري. كيما وقت اللي مشينا للقصرين، مشينا الحيدره، مشينا للكيف، مشينا للعائلات، رينا الفقر بأتم معنى الكلمه. هزينا لهم اعانات، رينا الناس كيفاش محتاجه وكيفاش اللي المجهود اللي احنا قمنا به مشى بالحق للناس في بلايصهم. زاد حاجه اخرى ما ننساهاش هيك المشيه نتاع دار المسنين. وقت اللي مشينا كيفاش فرحناهم في رمضان، زاده كيفاش العباد الكل هكا ماذا بها تعمل حاجه باش تفرحهم، وفي الاخر كي احنا كملنا معناها واحد من جماعه دار المسنين قدم لنا اغنيه قاعد يغنينا فيها وفرح برشا اللي احنا مشينا لهم وتذكرناهم. افضل لحظه اخرى اني وقت اللي خدمت في سيدي منصور في المدرسه سيدي منصور. قعدنا 4 أيام 3 أيام زينا المدرسه، ونهار الرابع كنت انا في شكل كلون وشطحت مع صغيرات، فرهدنا الصغيرات، عملنا دي جو، عملنا انيماسيون كامله في اخر النهار. بون نقدم رساله خاصه معناتها شكر لدارنا اللي هما معناتها كانوا بون على الاول كونتر، وبعد كي يعرفوا الفوائد والحوايج اللي قدمها لي الاحمر التونسي لينا معناتها شجعوني اكثر حاجه نشكرهم على الاخر. وللناس اللي كانوا كونتر الهلال وتوا ولاو بور ولاو يحبوها وزادوا دخلوا فيه معناتها. الناس اللي عزوا عليه كل نوجه لهم دعوه للانخراط في جمعيه الهلال الاحمر التونسي وهم مش ماشيين ان شاء الله. نقدم لهم رساله انهم ينضموا لينا في الهلال الاحمر التونسي، ما همش باش يكونوا نادمين. رساله باش نقولها لامي والبابا والخويا، هذا مع عائلتي المصغره، نقول لهم نحبكم برشا، وامي وبابا نقول لهم ربي يفضلكم ليا، يا احلى ما جاء احلى هديه هداها لي ربي في حياتي. بالنسبه لاي واحد يعز عليا نحب نقدم نصيحه كما انا حياتي تبدلت وقت دخلت للهلال الاحمر التونسي، ننصحوا باش يدخل معنا للهلال الاحمر التونسي وينشط معنا باش حياته يبدلها للاحسن. نقدم رساله لبويا وامي واخوتي، ان شاء الله ربي يفضلهم لي وربي يخليهم لي ويعزوا عليا برشا. ونقدم رسالتي للهلال الاحمر والهيئه المحليه بساقية الداير، ان شاء الله من حسن لاحسن. وحاجه اخرى نقول لعائلتي الثانيه، عائله الهلال الاحمر التونسي، راني نحبكم الكل، نقول بالحق عائلتي خاطر هذه الهلال الاحمر التونسي هو دارنا الثانيه، خوات، ما عنديش صحاب، عندي خوات، كي نقول فارس والا محمد والا ما نجمش نقعد نسمي خاطرهم برك الله برشا، خاطرهم بالحق كلهم اخواتي. اول حاجه نحب نقدم تحيه شكر اللي كان سبب باش دخلت الهلال الاحمر التونسي صديقي محمد بكار. كيما نحب نقدم تحيه للكاتب العام تاع الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بساقية الداير سي محمد جدر. الاشخاص الاعزاء عليا نقول لهم اللي لو لازم تكون متطوع في الهلال الاحمر التونسي، لازم تعرف معناها كلمه متطوع في الهلال الاحمر التونسي، لازمك تشارك في الهلال الاحمر التونسي. نحب نقول للعباد العزاز عليا برشا، خذوا فكرة صغيرة على الإسعافات الأولية، راهي حاجة مهمة ياسر. ينجم عبد عزيز عليك ونجم يكون أنا تعرضت لحادث
ولا أي حاجة تنجم تمنعني بحركات بسيطة. والله لا يقدر كان موت لك واحد عز عليك أنت ما نجم تعمل له شيء وتغزل له، راك يجي نهار وتندم برشا، تندم ياسر ياسر ياسر، خاطر بحركات بسيطة ياسر 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 تنجم تمنع حياة عبد. نحب نشكر أصحابي الكل اللي ينشطوا في صلب الهيئة المحلية بساقية الداير على كل اكتيفيتي خدمنا مع بعضنا ونجحناه. ثم شخص يعني اللي كان معانا في الهلال الأحمر التونسي اللي خدمنا مع بعضنا ديزاكسيون، نحب نقول له الشيء اللي تعلمه في الهلال الأحمر إن شاء الله يطبقه في حياته. العباد العزيز عليا نحب نقول لهم بأنه الإسعافات الأولية حاجة مهمة برشا في حياتنا وباهي برشا باش أنك تتعلم كيفاش تنجم تنقذ حياة إنسان لا قدر الله يصير له حادث، بغض النظر منزلي أو حادث مرور أو شنو المصدر نتاعو. نحب نشكر عائلتي أول حاجة اللي وقفت معايا وخلتني نكمل في جمعية الهلال الأحمر التونسي، وثاني حاجة نحب نشكر زادة لأصحابي واللي وقفوا معايا ووصلوني للبوست اللي حبيت عليه أنا. أول شخص عزيز علي نحب نوجه له شكر اللي هو أبويا، اللي ما يخلينيش، اللي معطيني حريه كامله وقت اللي تكون حاجه متعلقه بالهلال الاحمر التونسي بالحق، معناها ما يخلينيش ممكن نمشي في رحله، لكن كي تكون اكتيفيتي تبع الهلال الاحمر باش يخليني عاطيني بريمو حريه كامله، وانا فرحانه على الاخر اللي هو عنده كونفيونس فيا وكونفيونس بالونتوراج نتاع الهلال الاحمر التونسي. حاجه اخرى نحب نشكر المتطوعين الكل اللي ساهموا في انجاح اي نشاط متعلق بالهلال الاحمر التونسي، سورتو في رمضان كيف كنا الناس الكل نطيبوا في ديارنا ونتلمدوا ونهزوا لعانات الناس الكل مع بعضنا. ما نتخيلش نفهم عباد تعز عليا اكثر من والديا، دونك رساله هذه اليوم هما باش نقولهم يعيشكم، وكما جيتوش نتوما راني انا ما وصلتش للي فيه توا كسوا في الهلال ولا خارج الهلال. نحب نقول لهم شكرا اللي انتم ديما واقفين معايا، واللي انتم ديما في ظهري، واللي انتم ديما مشجعيني، كانوا من اول العباد اللي شجعوني على الهلال الاحمر والتو معناتها يشجعوا فيا، وديما حتى في نشاطات وكل ديما من اول الناس اللي تشجعني، فنحب نقول لهم شكرا لكم. انا دخلت الهلال الاحمر التونسي خاطر امي تخنقت وانا ما كنت نجم كان نعيط، ما كنت نجم نعمل حتى رياكسيون اخرى، لكن خويا على خاطره مسعف وقاري هنا في الهلال الاحمر التونسي قام باسعافها. حبيت ندخل الهلال الاحمر التونسي فقط باش نتعلم الاسعافات الاوليه ونتعلم اني نعاون غيري في اي اكسيون تنجم تصير قدامي. لكن كيف دخلت توا ممكن نعمل برشا ديزاكتيفيتي اخرين ابار الاسعافات الاوليه، تعلمت برشا حاجات جدد، يعني قسم صحه، قسم عمل اجتماعي، قسم شباب، يعني انسان ينجم يتكون في اي مجال اخر ابار مجال الاسعافات الاوليه وينجم يشارك في اي نشاط اخر. نوجه شكري خاصه لعائلتي الاولى هي الوالده وزوجتي اللي هما صابرين معايا شويه في نشاط الهلال الاحمر التونسي، وشكري الثاني لعائلتي الثانيه هي الهلال الاحمر التونسي. نحب نقول ان شاء الله كل عام والهيئه المحليه الهلال الاحمر بساقية الداير وهي حياه بخير، ان شاء الله كل عام نقدموا معناها خدمات انسانيه وتطوعيه اكثر من هكا، ان شاء الله العام الجاي نشوفوا عباد متطوعه معنا برشا عباد جدد. انا نتمنى كان لا قدر الله نعمل اكسيدون، نحب نلقى شكون باش يعاوني ويجم يسعفني، يجم يمنعني من موت ولا من شلل ولا اي حاجه. نحب نقدم حاجه معناتها ميساج للناس الكل اللي راهو في الدنيا هذه، ما يسد عليك كان تعود الخيل تاخذها من العباد، تفرح اكثر في حاجه كي تعملها ونعرفش معناتها تاخذ هيك الفرحه هيك اللي في وجه العباد وكيفاش يدعيو، هيك اكثر حاجه. وسيرتو نقدم معناتها الشكر لساقية الداير اللي هي بالحق اللي معناتها عاونتنا وخلتنا نشاركوا وضحات معنا في برشا حاجات واحنا معها وديما يد واحده. نتمنى تكونوا معنا في الهلال الاحمر التونسي، يعني تعيشوا اللحظات اللي عشناها، تعيشوا اللي عشتوا ماذا بيا، يعني الناس العزاز عليا الكل بالحق يجيوا ويكونوا معنا أوسان كرواسون روج تونيزيان ويعيشوا. في الاخر نحب نقول للناس الكل مرحبا بكم في الهلال، مرحبا بكم في الهيئه المحليه ساقية الداير، اجيو
تعلموا الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية ماهيش حكر على عباد معينة ولا فئة معينة من الناس، ماهيش حكر كان على الصغار ولا ماهيش حكر كان على الكبار، هي للناس الكل. نحب نقول للهلال الأحمر إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله أكثر عمل تطوعي وأنشطة، إن شاء الله 23 سنة من العمل التطوعي والإنساني. بالنسبة لي كما ياسر عباد في الهلال الأحمر التونسي دخلنا على خاطر ثم سبب صار أكسيدون قدامنا ولا حاجة، ماذا بيا أي واحد ما يستناش حتى لين تصير قدامه حالة باش يدخل معنا، ماذا بيا يدخل مش كيف تجي حالة قدامه يلقى كيفاش يتصرف. بون انيفرسير للهيئة المحلية بساقية الدير للهلال الأحمر التونسي، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما في تطور. برشا عباد يقولوا لي اش تربح كي تقف بالسوايع باش تلمد قفة رمضان، والا باش تعاون عبد، ولا باش تمشي لبلاصة بعيدة باش تهزلهم لبسة حاجة. يقولوا لي تعمل في هذا على رحمة الوالدين. اي نعم فيها رحمة الوالدين، يعني علاش الوالدين ما يستاهلوش اللي انا باش نجيب لهم دعوة خيرة؟ يستاهلوا، كان انت والديك يستاهلوا باش تجيب لهم دعوة الخير. اجا معنا للأحمر التونسي وراك تربح برشا حاجات، تربح اصحاب، تربح عمل خيري، حاجة تقابل بها ربي نهار اخر. في الاخر نحب نشكر الهيئة المحلية للأحمر التونسي بساقية الدير على التأطير وعلى اول حاجة قبل الدورات اللي قدمتهم لي، على تأطيرها لي، على متابعتها، على صبر مدربين علينا كل اصلا كمتطوعين في الهيئة المحلية للأحمر التونسي. الهلال الأحمر التونسي هي منظمة خيرية إسعافية تأسست في 7 أكتوبر 1956. منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا والمنظمة هذه تخدم. صحيح برشا عباد تحملت مسؤولية في صلب المنظمة هذه على مر السنين، ولكن الباقي في كل منظمة ولا في كل جمعية بأنها تقوم على هياكل وما تقومش على أشخاص. هذه حاجة لازم جميع الأشخاص تؤمن بها، جميع الأشخاص تعرفها، انه عمره ما كان الهلال الأحمر التونسي قائم على شخص معين، بل هو قائم على تضافر جهود مجموعة من الأشخاص. ولأنه حياة الجمعياتية هدفها مش أن كلنا نخدموا مع بعضنا، أن كلنا نرميوا اليد في اليد باش نشحوا الأنشطة متاعنا، نشحوا البرامج متاعنا. إن شاء الله كل أيامك عيد، إن شاء الله ديما الفرح يزيد، ويجوك الناس يهنوك، مبروك إن شاء الله مبروك. بون انيفرسير الهيئة المحلية بساقية الدير، إن شاء الله نقدموا أكثر من العمل والتضحيات من العوام اللي فاتوا. نحب نقول الهيئة المحلية بساقية الدير إن شاء الله كل عام صحية بخير، وإن شاء الله ديما من تألق ومزيد من العمل ومزيد من التطوع ومزيد من الإنسانية وحب الناس والخدمة الإنسانية.